إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 17 من برنامج غايات قرآنية، وهي الجزء الثاني من حلقة الذكر، من غاية الذكر. وهذه الغاية عظيمة جدا، تحتاج منا حقيقة أن نفرد لها مساحات واسعة من الحديث، ولكن عموما طبيعة البرنامج لا تتسع للتفصيل في كل هذه الجوانب. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن أنواع الذكر، وذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى أتاح لنا في باب الذكر هنالك 3 مستويات أو 3 أنواع من أنواع الذكر، هي ذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وكيف تعمل في هذا الوجود، ثم تحدثنا بعد ذلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى من خلال تدبر أمره ونهيه، ثم ذكرنا ثالثا تدبر الآلاء والنعم. نأتي إن شاء الله اليوم للحديث عن قضايا ربما يكون فيها بعض التفصيل لما أجملناه في الحلقة الماضية. ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالذكر اللساني وذكر القلب، ذكرنا بأن هنالك جملة من القضايا يمكن الإنسان أن يتعود عليها ويحاول إن شاء الله أن يدرجها يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، وعلى مدار الساعة يمكن أن يجعل لنفسه بابا من الذكر. فمثلا نلاحظ بأن من أبواب وأنواع الذكر المهمة جدا التي ينبغي للإنسان المسلم أن يفتتح بها يومه وأن يجعلها في مسيرة حياته تلاوة القرآن الكريم. هذا واحد من الأنواع اللي حقيقة تندرج في واحد من الأنواع ال3 التي ذكرناها في الحلقة الماضية، لكن هنا أحب أن أنبه إليها من باب أننا نحتاج إلى أن يكون لنا ذكر يومي مع القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول فيه الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن طلب الهداية وطلب الرشد وطلب الرحمة وطلب المغفرة وطلب الشفاء عليه أن يكون له ذكر من كتاب الله. فاسأل نفسك أخي المسلم، هل أنت والله فعلا على صلة بكتاب الله، أم أنك مما يهجر كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت ممن يتفاعل مع هذا القرآن؟ فموضوع القرآن الكريم هو من أعظم أنواع الذكر، وذكرنا بأن واحدة من معاني الذكر في القرآن الكريم أن القرآن يسمى ذكرا. فهنا عليك أن يكون لك نصيب من ذكر الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني أيضا من أنواع الذكر التي يلزم المسلم أن يكون محافظ عليها هو موضوع الاستغفار. نلاحظ أن الأنبياء جميعا ركزوا على مفهوم الاستغفار وعلى معنى الاستغفار وعلى أن يأمروا أقوامهم بالاستغفار، التوبة والاستغفار. هذه دائما سبحان الله نلاحظ أن الأنبياء حرصوا على أن يعلموا أقوامهم توبوا إلى الله واستغفروه. كل رسول يأتي إلى قومه توبوا إلى الله واستغفروه. ولو نظرنا إلى ما هو متاح لنا في هذه الحياة الدنيا من المكفرات، فهنالك 4 مكفرات. المكفر الأول هو التوبة، المكفر الثاني هو الاستغفار، المكفر الثالث الحسنات الماحية، المكفر الرابع المصائب المكفرة. هذه 4 مكفرات في الدنيا. إذن الاستغفار، كلما أكثرت من الاستغفار كلما كنت من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. واذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا، ذاكرين الله كثيرا. فأنت كلما استغفرت الله كلما كنت مدرج تحت هذا البند. وذكرنا كيف أن فلسفة الاستغفار تقوم على شعورك بالنعم العظيمة وشعورك بالتقصير، تملأ هذه الفجوة بالاستغفار. فلسفة الاستغفار في حقيقتها أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي اعترف بالنعم واعترف بالتقصير فاغفر لي يا رب. على هذا تقوم فلسفة الاستغفار عند العارفين. أيضا من القضايا المهمة جدا تسبيح الله سبحانه وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، وهو لعله آخر حديث في صحيح البخاري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والله عز وجل
يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكلمة التسبيح ترتبط بتنزيه الله سبحانه وتعالى، أي أنزه الله من النقائص، أنزهه من المعائب، أنزهه لدرجة أنك بهذا التسبيح تصل إلى التقديس لله سبحانه، بما أنه نزهته عن كل نقيصة فإنه هو المقدس وحده لا مقدس غيره. فهكذا تتشكل عند المؤمن من خلال الذكر كيف يكون الله سبحانه وتعالى هو المقدس عنده. أيضا مسألة التحميد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهكذا نلاحظ أن الحمد لله تملأ الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أنواع الذكر التهليل، وهو أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، لا إله إلا هو. فانظروا إلى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، حيث دعا موسى عليه السلام سأل ربه أن يعلمه ذكرا فقال له قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون ذلك. فقال له سبحانه وتعالى لو أن وضعت السماوات السبع في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بذلك. يعني لا إله إلا الله ثقيلة في ميزان العبد. وعندنا الحديث حديث البطاقة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل يوم القيامة وله أعمال سجلات كثيرة جدا، ثم يقال له هل لك من حسنة؟ فيقول يا ربي وماذا تفعل الحسنة مع هذه السيئات ومع هذه السجلات؟ فيقال له نعم اليوم لا يظلم عندنا أحد، فيؤتى له ببطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله. وهنا طبعا لا إله إلا الله يقول ابن تيمية وقد قالها كثيرون، ولكن ما ميزتها هنا سنأتي إليها، وهو أنها عندما توضع في الميزان تتطاير كل السجلات التي كانت لهذا العبد ورجحت لا إله إلا الله بكفة الميزان. هنا يقول ابن تيمية كم من أهل لا إله إلا الله هذه اللحظة التي ينجو فيها هذا العبد بلا إله إلا الله، هنالك من يعذب في جهنم وهو يقول لا إله إلا الله ولكن عليه ذنوب، عليه معاصي، عليه كذا يستحق عليه العقاب. يقول السر في ذلك أن هذه الكلمة قيلت في لحظة من الإخلاص والتقوى والخوف والخشية والرجاء ما استطاعت أن تذهب بكل تلك السيئات والسجلات. إذا ونحن نذكر الله علينا أن نستحضر هذا البعد، علينا أن نستحضر بعد أن الإنسان يمكن أن يثقل ميزانه بكلمة عندما يقول هذه الكلمة ينكسر قلبه ويخشع ويذل ويفتقر للغني الوهاب، وحينها فعلا يشعر بعظمة عبوديته لله سبحانه وتعالى. أيضا من المعاني المهمة جدا التكبير، وكبر تكبيرا، الحمد لله الذي أنزل يقول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الإسراء وكبره تكبيرا. فالتكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فنحن عندما نقول الله أكبر نستحضر معناها، ليست الله أكبر التي نقولها بألسنتها ولا معنى لها. يقول الإنسان الله أكبر فإذا عرض عليه أمر الله وأمر غيره أخذ أمر غيره، يقول الله أكبر ويقتحم محارمه، يقول الله أكبر وينادى إلى الصلاة وهو لا يذهب، يقول الله أكبر وينظر إلى المستضعفين في الأرض يحتاجون منه إلى نصرة ولا يذهب، وهكذا. لكن الذي يدرك الله أكبر فإنها عندما يكون الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء في هذا الوجود بالنسبة للمؤمن لا يقدم على الله أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فهنا عندما يكون الله سبحانه وتعالى كبيرا، وهذا التسبيح يجب أن يكون له أثر في النفس وأثر في القلب وأثر في العقل وأثر في السلوك، وإلا لا معنى لأن نقول نحن نذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا من المعاني العظيمة معنى حسبي الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام عندما رمي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع عليه الأحزاب قال حسبي الله ونعم الوكيل. إذن حسبي الله ونعم الوكيل نقولها عندما نشعر بأنه لا قوة ولا حول يمكن أن يحمينا إلا الله، لا جهة نلجأ إليها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو حسبنا فنعم المولى ونعم النصير. هذه دلالات معنى حسبي الله ونعم الوكيل. أيضا الحوقلة أي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه سبحان الله أيضا من المعاني العظيمة، وهو أن الإنسان يغرس بها، يعني في كل كلمة يقولها بلا حول ولا قوة إلا بالله هي غراس في الجنة، شجرة في الجنة، فأنت أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
نأتي إلى مسألة كيفيات الذكر وأوقاته. كيفيات الذكر وأوقاته، على كل ذكرنا بأن الكيفية الأولى هو أن يكون الإنسان ذاكرا بقلبه وبلسانه، يعني بمعنى مستحضر المعنى وليس شارد الذهن ولا شارد القلب. فمثلا عندما يقول سبحان الله هو يتلفظ بها بلسانه وتعمل عملها في قلبه، أو ربما استحضر المعنى في قلبه ثم انداح إلى لسانه. الله أكبر، عظم الله بقلبه ونطق بها بلسانه. هذه الكيفية الأولى، وهي أعظم أنواع الكيفيات، وهي أن تكون ذاكرا لله بقلبك وبلسانك. المستوى الثاني وهو أن تكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى بقلبك دون لسانك، وهذه أيضا موجودة على كل، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وهنا نلاحظ الذكر في النفس. بعض الناس سبحان الله يكون مع الناس وهم يستأنسون ويضحكون وكذا، ولكنه شارد عنهم، فهو في معية الله سبحانه وتعالى، وإن كان لسانه لا يتحرك ولكنه يستحضر. بعض العلماء حاول أن يقول لا يمكن أن يكون الذكر إلا بالأمرين معا، ولكن نلاحظ هنا النصوص واضحة بأن الإنسان يمكن أن يكون ذاكرا بقلبه، لأن للقلب أعمال، الخشية والخوف والرجاء والتوحيد وعظمة الله واستحضارها، كل أعمال قلبية، وجزء من الإيمان أعمال قلبية. وبالتالي أن نقول بأن والله لا يوجد ذكر بالقلب ليس صحيحا. الذكر يمكن أن يكون بالقلب، ولذلك كان أحد العلماء يقول: لئن أكون ذاهبا في الشارع وقلبي مع ربي أحب إلي من أن أكون في قلب المسجد أو أكون في داخل المسجد وقلبي على حذائي. وللأسف الشديد هذه طبعا الآن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، فكثير من الذين مثلا يسيئون من خلال السرقة في المساجد في أحذية الناس مثلا، تجدهم سرقوا قلوب العباد بدل أن يجعلوها معلقة بالله سبحانه وتعالى، إذا بها تتعلق بالأحذية والعياذ بالله، تتعلق ببعض الأشياء. وهذه على كل مخاطر، ربما مخاطر كبيرة جدا تحصل في المجتمعات، والإنسان لا ينتبه سبحان الله إلى فعله. يعني هذا الذي يسرق الحذاء يتصور بأن القضية فقط سرقة حذاء، ولكن مسألة أكبر وأعمق من ذلك. نخرج فاصل ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عدنا والعود أحمد، ونواصل إن شاء الله فيما بدأناه من حلقتنا حول كيفيات الذكر. وكنا قد ذكرنا بعض الأنواع التي رأينا أن نفردها لأهميتها، وهي التسبيح والتهليل والتحميد، وهذه عموما قضايا متعلقة بذكر الله سبحانه وتعالى، الذكر الذي هو ذكرا معرفيا له آثار في القلب، له آثار في النفس، له آثار في العقل، له آثار في السلوك. ودخلنا بعد ذلك في الحديث عن الكيفيات، وقلنا بأن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه، وقد يذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه فقط دون لسانه، كما قال الله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. ويمكن للإنسان أيضا أن يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه حتى ولو لم يكن قلبه حاضرا، ولكن هذا أدنى مستويات الذكر. ولكن في كل الأحوال، بما أن الإنسان شغل لسانه، وهذا اللسان هو في النهاية عضلة وجارحة من الجوارح، عضو من الأعضاء، مكلف، ولما شغله بما يرضي الله سبحانه وتعالى عد ذلك أيضا من الأشياء الفاضلة. والله سبحانه وتعالى مثلا يقول: سبح اسم ربك الذي خلق، سبح اسم ربك. فالإنسان عندما يسبح اسم ربه فمعنى ذلك ينطق بسم الله، بسم الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، يا ذا الجلال والإكرام. فهذه كلها تسبيح بأسماء الله سبحانه وتعالى. فالذكر يمكن أن يكون باللسان فقط، ويمكن أن يكون بالقلب فقط، ويمكن أن يكون بهما معا، يمكن أن يكون بهما معا. يقول الإمام الغزالي عليه رحمة الله: أعلى درجات ثواب القرآن الكريم أن تقرأه في بيت من بيوت الله في صلاة قائما بها، والصلاة في المسجد وأنت قائم وتقرأ القرآن. يعني هنا الإمام الغزالي يعتبر أفضل أنواع الذكر هو الذكر الذي
يكون فيه القرآن، فالإنسان يكون ذاكرا بلسانه وقلبه، وفي نفس الوقت أن يكون هذا القرآن يصلي به الإنسان، وأن تكون هذه الصلاة في مسجد وفي بيت من بيوت الله، وأن يكون هذا الإنسان قائما بهذا القرآن. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا أو راكعا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهنا نلاحظ بأن الإنسان الذي يكون تاليا للقرآن وتاليا له في صلاة وفي نفس الوقت في مكان معظم مثل مساجد الله سبحانه وتعالى، فهذا عند الإمام الغزالي يعده من أفضل أنواع الذكر. ونحن ذكرنا بأن من أنواع الذكر تلاوة القرآن الكريم. وأما من حيث مسألة الإسرار والإعلان، فإن القرآن الكريم يشير إلى أن الإنسان يمكن أن يذكر الله سبحانه وتعالى يعني سرا، وهذا هو الأفضل، تذكر ربك في نفسك خفية وخيفة. فنحن مطالبين بأن نذكر الله سبحانه وتعالى خيفة، أي خوفا من الله سبحانه وتعالى، ونذكره خفية بحيث نستخفي بذكرنا. وهذا الذكر الخفي هو الذي يكون فقط الإنسان يسمع فيه نفسه، يحرك لسانه، يستحضر بقلبه، فهذا النوع السري. النوع الثاني هو أن يكون الإنسان يذكر الله جهرا، يذكر الله سبحانه جهرا. فعلى كل ذلك متاح، ولكن موضوع الجهر تحديدا بما يعني لا يزعج الآخرين أو يشغلهم أو تسمع فقط من حولك من الناس، وهذا طبعا فيه فوائد كبيرة جدا، فوائد الجهر بالذكر أو الجهر بالقرآن الكريم، هذا فيه على كل فوائد أيضا لا تخفى على اللبيب. وقد يكون جهرا في المواطن التي يشرع فيها، يعني أحيانا إذا كان الذكر الأفضل هو الذكر الخفي، لكن هنالك مواطن الأفضل فيها أن تذكر الله جهرا، مثل ما تلاوة القرآن في الصلوات الجهرية لا بد أن تجهر بها. ذكر الله سبحانه وتعالى في المواطن التي أمرنا أن نجهر، مثلا بالتلبية، أمرنا بلبيك اللهم لبيك في مناسك الحج، في بعض المواطن يكون فيها جهر، في الأعياد عندما نحن نكبر الله أكبر الله أكبر، في العيد وقبل العيد، هذه كلها من الأعمال التي يجهر بها. فكل موطن ثبت فيه الجهر بالذكر فإن الإنسان يجهر فيه بذكره. أما موضوع الذكر أيضا قد يكون فرديا وقد يكون جماعيا، والأصل في الأذكار ما لم يثبت أنها ثبتت بصيغة جماعية، فالأصل أنها فردية. يعني الإنسان هي علاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وتحاول أن ترتقي فيها بنفسك من خلال ذكر الله سبحانه وتعالى واستحضار عظمته. ولكن هنالك أنواع من الذكر مطلوب فيها الجماعة، فالصلاة ذكر مطلوب فيها الجماعية، الصلوات الجماعية وصلاة العصر وصلاة الجمعة التي ذكرنا بأن يسميها القرآن ذكر، ولذكر الله أكبر، وأقم الصلاة لذكري، هذه الأذكار جماعية، صلوات المفروضة تؤدى بشكل جماعي. أيضا هنالك أذكار جماعية مثل تلاوة القرآن الكريم، يمكن على سبيل التعلم أن تكون جماعية، والمدارسة للقرآن الكريم وتفسيره وعلومه هذه يمكن أن يكون ذكر جماعي مع الناس موجودين مع بعض. أما ما نراه عند كثير من الناس بمسألة الذكر الفردي تحويله إلى ذكر جماعي، مسألة التسبيح، التهليل، التحميد، التي نرى كثير للأسف الشديد من الطرق والجماعات يحولون هذا الذكر إلى نوع من الذكر الجماعي. هذه على كل تكلم فيها الإمام الشافعي، وتكلم فيها الإمام الشاطبي المالكي وابن الحاج المالكي، وتكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. عموما هذا الأمر لم تثبت كثير من النصوص التي استندوا عليها في موضوع الذكر الجماعي بهذا الشكل. أولا لم يرد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول ترجمان القرآن الكريم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أردنا أن نتبعهم فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فأعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فهذا الذي يعمل حلقة من الحلقات مثلا ثم يجعل الناس سبحان الله الحمد لله والناس بصوت واحد، على كل ما لم يثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلوكا جماعيا في هذا النوع من الذكر، فإن ذلك يكون من الذكر المحظور الذي على كل يدخل في دائرة البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما أوقات الذكر فهي مؤقتة ومحددة بوقت مخصوص كالبكور والعشي والغدو والآصال، وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل وأطراف النهار وأدبار النجوم وأدبار السجود. هذه كلها وردت في القرآن الكريم باعتبارها أوقات محددة لذكر الله سبحانه وتعالى.
فالإنسان مثلا يتحين فترات الصباحية، فترة الأسحار فيها أذكار، فترة قبل طلوع الشمس فيها أذكار، بعد طلوع الشمس فيها أذكار، عند أدبار النجوم، بعد السجود أي بعد الصلوات هنالك أذكار. على كل ذلك يمكن للإنسان أن يدرجه في الذكر المحدد والمؤقت. والتحديد هنا قد يكون تحديدا عدديا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكر الله 100 مرة، من ذكر الله كذا مرة، هذا ذكرا عدديا فيكون عدد محدد. الزمان محدد، فجر، الصبح، ظهر، بكور، آصال، كذا. المكان محدد، أحيانا قد يكون هنالك ذكر في مكان بعينه، مثلا ذكر يكون في السجود، ذكر في الركوع، هذه أمكنة. تكون في هيئة محددة، الصيغة بتاعت الذكر نفسه، هيئته. فهذه على كل، هذا النوع نسميه الذكر المحدد. النوع الثاني هو الذكر المطلق، وهذا هو الذي ورد فيه قول الله سبحانه وتعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، لا تراعي فيه عدد ولا مكان ولا زمان ولا هيئة ولا صفة، إنما لسانك رطبا بذكر الله. وهذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره غاية من الغايات، قال: أفلا أدلكم على ما هو خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. فهنا العلماء تكلموا عن أن والله كل القضايا الأخرى، الجهاد في سبيل الله، الإنفاق، كل ذلك بالنسبة للذكر، الذكر غاية في ذاته، والقضايا الأخرى عبارة عن وسائط ووسائل لهذا الأمر. ختاما، ما هي فوائد الذكر وثماره؟ إذا كان هذا الذكر بهذه الأهمية وبهذه الصورة هو غاية من الغايات، ما هي الثمار التي يمكن الإنسان أن يرجوها من ذكره لله سبحانه وتعالى؟ أول شيء أن من ذكر الله يكون مذكورا عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، لو أنه ليس في الذكر شيء إلا أن تكون مذكورا في السماء، مذكورا عند الله. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فيكفي أن الله يذكرك، فاذكروني أذكركم. سبحان الله، لو أن شخص قيل له بأننا سمعنا الرئيس الفلاني والملك الفلاني قد ذكرك في مجمع من الوزراء، لرأيت هذا الشخص فرحا مسرورا، فما بالك بملك الملوك جل جلاله يذكرك في الملأ الأعلى. هذا الصوت لمن؟ هذا الصوت لعبد فلان. سبحان الله، لو لم يكن إلا هذه لكفى. الأمر الثاني من الأذكار تفيد حصول المغفرة والأجر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثالثا الفلاح في الدارين، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالإنسان الذاكر لله يفلح، والفلاح هذه منزلة عظيمة جدا وغاية من الغايات إن شاء الله، التي سنفرد بإذن الله عز وجل إذا أمد الله في الآجال، نفرد لها حلقة إن شاء الله، ونأمل أن البرنامج يسع هذا الموضوع. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن الفلاح من الذكر. النجاة من البلاء، كثير من الناس يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالمصائب والهموم والأحزان والغموم، ولكن الله عز وجل يقول: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن يونس عليه السلام بتسبيحه نجاه الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه السلام بدعائه وذكره لله واستحضاره عظمة الله رفع الله عنه سبحانه وتعالى البلاء. إذن النجاة من البلاء بسبب الذكر. إذن هذه ثمرة من الثمرات العظيمة. خامسا، وهذه من الثمار العظيمة جدا للذكر، اطمئنان القلب وسكينة النفس وانشراح الصدر. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن أنت إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى اطمأننت وانشرح صدرك وسكنت نفسك واستجمعت أيضا شتات أمرك. لماذا؟ لأنه لا أحد يجمع شملك إلا الله، لا أحد يعطيك السكينة إلا الله، لا أحد يمنحك الرضا والطمأنينة والسكينة والسعادة إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي التمس هذا الموضوع في ذكر الله سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى كثيرا هم أكثر الناس اطمئنانا. لماذا؟ لأنهم عندما يذكرون الله تهون عليهم كل شيء، يهون عليهم كل شيء، تهون عليهم المصائب والإشكالات وتهون عليهم الديون والهموم والغموم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى من تعلق به فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من الذاكرين الله كثيرا
والذاكرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.